لو معاك 500 درهم دلوقتي هتعمل بيهم ايه؟ تصرفهم ولا تستثمرهم؟ الحقيقة ان المشكلة مش في المرتب، المشكلة في انك بتعيش على الاستهلاك مش على التفكير في الربح. خليني اقول لك حاجة يمكن تكون صادمة. لو فضلت تصرف كل فلوسك عمرك ما هتوصل للحرية المالية حتى لو مرتبك زاد، لان اللي بيصرف 500 هيصرف 5000، لكن اللي بيتعلم يكبر فلوسه هو اللي بيكسب بجد. طب نعمل ايه بال 500 درهم؟ اول خطوة، غير طريقة تفكير. بدل ما تسأل هصرفهم في ايه، اسأل ازاي ازودهم. السؤال ده لوحده هيغير حياتك. تعال نعمل خطة بسيطة جدا. واحد، اختار منتج مطلوب، مش اي منتج، لازم حاجة الناس بتشتريها بسرعة، زي اكسسوارات موبايل، عطور، منتجات نسائية، ادوات بسيطة للبيت. اتنين، اشتري بذكاء. بدأت ب 500 درهم، كسبت 100، بقت 600، اشتغلت بيهم تاني بقوا 800، بعد شوية بقوا 1000. انت بقى عندك مشروع مش مجرد فلوس بتتصرف. المشكلة مش انك مش معاك فلوس، المشكلة انك مستني تبدأ لما يبقى معاك فلوس كتير. لكن الحقيقة كل الناس الكبيرة بدأت صغيرة. 500 درهم ممكن تكون بداية مشروع أو مجرد مصاريف يومية. الفرق كله في قرارك. ابدأ النهاردة